يقول: هل براز الطير نجس؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني بول وروث ما يؤكل لحمه هل هو نجس أو طاهر؟ الظاهر والله العلم أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا تصلي فيها، وسئل عن الصلاة في مبارك الغنم قال صلوا فيها، فدل على أن مباركها أماكنها اللي تعيش فيها، فدل على أن براز الغنم وبولها طاهر، ولذلك أجاز النبي الصلاة فيها، وأذن أيضا بشرب أبوال الإبل فدل على أنها طاهرة. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن كل ما يؤكل لحمه طاهر. هل دم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى له: قل إنما أنا بشر مثلكم. الرسول بشر مثلنا صلى الله عليه وسلم، يعني يبول ويتغوط وخرج منه الدم، لا ليس بطاهر دمه صلى الله عليه وسلم، طاهر طالما أنه في جسده، فإذا خرج فكغيره صلى الله عليه وسلم، مثل حال البشر صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الأمر. جاءت رواية بالمناسبة، جاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صلى الله عليه وسلم، فالدم الذي أخرج منه أعطاه لعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير يصير يعني الرسول زوج خالته، زوج عائشة، النبي عائشة خالة عبد الله بن الزبير، هو ولد أسماء بنت أبي بكر، جده أبو بكر. فأعطاه النبي الدم قال: ألقه، يعني ارمي هذا الدم، أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه ورماه. فلما رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقيته؟ قال: نعم. قال: أين؟ قال: في مكان لا يصل إليه أحد. قال: لعلك شربته؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك من الناس ويل الناس منك. وعبد الله بن الزبير كانت عنده شجاعة غير طبيعية، بعضهم يقول أن هذه الشجاعة من شربه لدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه يحتج بها البعض على أن دم النبي طاهر صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن الزبير شربه. أولا القصة غير صحيحة، القصة في ذا غير صحيح، هذا واحد. الأمر الثاني، عبد الله بن الزبير في ذلك الوقت الرسول توفي، عبد الله بن الزبير عمره 9 سنين، يعني لما احتجم كان عمر عبد الله بن الزبير 7 سنين 6 سنين يمكن. فمثل هذا في مثل هذه السن لا يعتد بفعله، لا يعتد بفعله، والنبي لم ينكر عليه انه طفل صغير فلم ينكر. هذا اذا صحت القصة، والقصة لا تصح اصلا. والصحيح ان دم النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس صلوات ربي وسلامه عليه.